في صمت محسوب وبدون صفقات نارية تصنع ضجيج الإعلام، نادي برشلونة يتحرك بخطوات ذكية ومدروسة. بعد موسم مثالي محليا وثورة تكتيكية أحدثها المدرب الألماني هانزي فليك، عشاق البلوجرانا يعيشون حالة من التفاؤل النادر. لكن ماذا يحدث الآن داخل أسوار الكامب نو؟ من هم القادمون؟ ومن سيرحل؟ وهل راشفورد هو القطعة المفقودة في هجوم البارسا؟ وهل يستطيع برشلونة أخيرا كسر هيمنة مدريد أوروبية؟ في هذا الفيديو سنأخذك خلف كواليس المشروع الجديد لنادي برشلونة موسم 2025-2026. الجزء الأول: ثلاثية محلية ورسالة واضحة. برشلونة الموسم الماضي لم يتوج فقط، بل أقنع وأمتع. فاز بالدوري الإسباني بصعوبة وسط منافسة شرسة مع ريال مدريد وأتلتيكو. توج بكأس الملك بعد نهائي مثير أمام ريال مدريد، وحسم لقب السوبر الإسباني في كلاسيكو ناري ضد الميرينجي. ولكن الطموح لم يتوقف هنا، فالفريق وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وخرج مرفوع الرأس أمام إنتر ميلانو بعد مواجهة تكتيكية ودراماتيكية على أعلى مستوى. وهذا ما دفع الإدارة للتجديد الكامل للثقة في هانز فليك، الألماني الذي أعاد الانضباط وطور الشبان وفرض احترامه في غرفة الملابس. الجزء الثاني: راشفورد، الرهان الإنجليزي في كاتالونيا ماركوس راشفورد، الصفقة الأكبر إعلاميا في كاتالونيا هذا الصيف. بعد تعثره مع مانشستر يونايتد وتراجع مستواه الموسم الماضي، وجد راشفورد نفسه خارج حسابات الشياطين الحمر. برشلونة استغل الفرصة وتقدم بعرض إعارة مع خيار شراء ب 30 مليون يورو. الصفقة أثارت جدلا، البعض وصفها بالمخاطرة، والبعض الآخر رآها فرصة ذهبية. راشفورد لاعب سريع قوي ويجيد التحرك خلف المدافعين، ومع منظومة فليك قد ينفجر من جديد. هل يكون هنري الجديد في كتالونيا، أم نسخة أخرى من محاولات لم تنجح؟ الجزء الثالث: الحارس الجديد. خوان جارسيا، بعد تألقه مع إسبانيول انضم خوان جارسيا إلى برشلونة مقابل 25 مليون يورو. شاب يبلغ من العمر 22 سنة، يتميز بالمرونة وردة الفعل السريعة، وتم التعاقد معه ليكون خليفة محتمل لتير شتيجن على المدى الطويل. مع إصابة الحارس الألماني المتكررة، قد نشاهد جارسيا أساسيا أكثر مما يتوقع البعض. الجزء الرابع: تحديات الليجا وتسجيل الصفقات. رغم كل هذه التحركات، ما زال برشلونة يعاني ماليا. سقف الرواتب والقوانين الصارمة في إسبانيا فرضت على النادي استخدام بنود ذكية لتسجيل اللاعبين. الآن يعمل النادي على إنهاء تسجيل راشفورد وجارسيا قبل بداية الليجا، ويتوقع أن يستخدم جزء من عائدات الرعاية الجديدة لتسوية الملف. المشكلة الأخرى: تجديد عقود بعض اللاعبين الأساسيين مثل دي يونغ، وكلها ملفات على طاولة الإدارة. الجزء الخامس: طموحات الموسم الجديد. برشلونة يدخل موسم 2021-26 وهو أحد أبرز المرشحين محليا. في الليجا، مدريد يبني جيلا مرعبا بقيادة مبابي، لكن برشلونة أكثر انسجاما. في دوري الأبطال، الهدف هو بلوغ النهائي، خاصة أن الفريق أثبت قوته ضد كبار أوروبا. وفي باقي المسابقات، الفريق جاهز للمنافسة على كل الألقاب. نقطة قوة الفريق: الانسجام. النواة الرئيسية للفريق لم تتغير، وتمت إضافة أسماء نوعية تعطي حلول تكتيكية جديدة. برشلونة لا يحدث ضجة، لكنه يتحول إلى آلة تنافسية حقيقية. الموسم الماضي كان إعلان عودة، والموسم الحالي هو اختبار حقيقي. هل يكون راشفورد المفتاح؟ هل يظهر جارسيا في المواعيد الكبرى؟ هيظهر كل من يمال وبيدري ورافينيا بالمستوى المعهود؟ وهل يقود فريق برشلونة إلى نهائي الأبطال لأول مرة منذ 2015؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.